اهلا بكم يا شباب، معاكم حنا رماني من قناة الفريق. النهاردة معانا فيديو جديد، موضوع مهم. معانا مرض لازم هيقابلك الفترة اللي جاية دي، لازم هيقابلك. ازاي تتغلب عليه، ايه اسبابه، ايه علاجه، ازاي تقي طيورك منه. المرض ده لو انت ما اهتمتش بيه ممكن يقضي على الحمام كله بتاعك. خليكم معانا عشان تعرفوا ايه هو المرض وايه علاجه. ورجعنا لكم تاني. المرض اللي معانا النهارده هتشوف الحالة دي. بص كده معايا. طبعا ده فرد لاحم من السلالة بتاعتنا، بسم الله ما شاء الله. هتمسك فرد الحمام هتلقاه فاتح بقه زي ما انت شايف، تمام. شغالين هيك زي ما انت شايف كده، تمام. شوف النهجان ده وممكن تسمع صوت كمان، تمام. الفرد ممكن يجيب معاك اسهال اخضر، ممكن انت تشك اصلا ان هي سالمونيلا بس هي مش سالمونيلا اصلا. هتلقى فرد الحمام مسيف زي ما انت شايف، مسيف، تمام. الاكل بتاعه قطع اكل، شايف فتحة البق، تمام. الاكل بتاعه ضعيف، ممكن يشرب ميه بس وممكن ما يشربش اصلا. لازم انت هتقعد تاكل في يدوي، تمام. ودايما يعني دايما بيجي للزغاليل، يعني ده لسه زغلول لسه بيصاصي اصلا، تمام. ايه بقى المرض ده تنفسي. يعني ايه تنفسي؟ يعني حاجه في التنفس بتاعه من جوه بتيجي. يعني المرض بيجي عن طريق، انت مثلا احنا لسه طالعين من موسم قلش، في غبار ريش معاك، تمام. غبار الريش ده بيخش في الجيوب الانفيه بتاعته، بيعمل لك معاك ايه؟ مرض تنفسي. ممكن خلي بالك تلقى فيه رشح، تدوس كده على المناخير بتاعته كده تلقى فيه رشح، تمام. ممكن يبقى فيه تجبنات، داخل بقه. طبعا انت لما تيجي تشخص المرض برضه لازم تبص في بقه هنا، تشم في بقه في ريحه وحشه ولا لا، ممكن يكون كنكر معاك برضه. تبص في العيون، لازم تبقى محترف، تبص على حاجتك تعرفها عيانه ازاي، ايه المرض اللي هي جواها. ما تبقاش كده قاعد انا اكلت ونزلت وخلصت. لازم حاجتك تبقى انت عارف ايه الحاجه دي، الفرد ده في ايه، الفرد ده اقبل على الاكل ولا لا، تمام. ده تنفسي، دي اعراض تنفسي. عالج التنفس ازاي؟ اول حاجه سيب الفرد خالص، تمام. معانا دوكسيميسين. طبعا زمان كان بيعالجوا بالتتراسيد والتتراسيكلين بشري، دول مش هتلقاهم، دول انتهوا خلاص. دلوقتي اللي موجود يعني في السوق دوكسيميسين. العلبة دي ب 12 جنيه حاليا، 12 جنيه، تمام. فيها شريط فيه 10 برشامات، تمام. هتبتدي تشتغل معاه كل يوم برشام لمدة 7 أيام. افرض يا عم حنا دلوقتي الفرد راق خلال يومين، تكمل معاه، لازم تكمل معاه. جرعة يبقى ياخدها كامل، مفيش حاجة اسمها راقي بعد ما يبقى خلاص. ممكن خلي بالك تلقاه مش متزن كده في المشي بتاعه. بص، ممكن واحد يعني لسه مبتدئ يقول لك سالمونيلا مفصليه، تمام. ترمح انت تروح للدكتور مش عارف مين يقول لك لا خد له كذا. بص، بالراحه ابحث، اتعلم، استفاد، تمام. هتديله ازاي؟ في غلطه بيعملوها المربين، بيفتح الكبسوله يروح واخدها يروح حاططها في بق الحمامه ويسيب. ده غلط، تمام. اول حاجه هاخد البرشامه معاي، تمام. دي كبسوله تتفك فيها زي بودره او حته مثلا حاجه ناشفه من جوه زي بودره، تمام. هتاخد الكبسوله معاك شويه ميه صغيرين 10 سم يعتبر 5 سم اي حاجه، تمام. وتفتح الكبسوله وتفضيها على 10 سم. هذه الكبسوله بتتفتح عادي، يعني بتفضيها كده اتفتحت عادي معاها، بينزل لك بودره. هذه بودره اهي زي ما انتم شايفين، تمام.
مش عايزة كبسولة تاني. بحطها على شوية المية، على شوية المية. زمان طبعا كانت بودرة، دلوقتي تحسها زي حتة حجر أو حتة علفة صغيرة. تمام، هي هتدوب في المية. تمام. بنجيب سرنجة طبعا، هذه السرنجة شيل دي طبعا، ما عايزين نقلبها في حاجة. تمام، تجيها تقلب لغاية ما يدوب. طبعا انا بحاول افتفتها بايدي عشان هي تحسها ايه متكتلة شوية. طبعا زمان يعني زي ما انتم عارفين الشركات يعني ايه اللعب الايام دي. تمام، متقرفش من حاجتها، قرفت من الحمام ما تربهوش. تمام، بقت سايلة معايا اهي. طب العلبة صفرا، هي اصلا المحلول هيبقى لونه اصفر. هوراك في السرنجة دلوقتي. تمام، بسحبهم زي ما يكون. تمام، بمسك فرد الحمام بالراحة بالراحة. الواقع يعني الذكر في عز ما هو عيان بيضرب ذكر من صغره. عرفتوا ازاي؟ خبرة. تمسك فرد الحمام، تفتح بقه، هذا السرنج خلصت، طلع نصهم برا عادي ما يهمش. اهو بالراحة بالراحة. تديله كل الايه شوية المية. طبعا يفضل انت تحط شوية مية صغيرين. وفرد الحمام واكل وشارب اصلا. انا رجعت لقيته ايه في جماعة موكلينه. بس خلص الموضوع. حط الفرد بتاعك. شفت عدم التوازن؟ ده التنفس. اوريك، بص ده، شايف؟ هذا الفرد، ده المرض، ده تنفس يا باشا. ادي علاج بالليل بقى. انا اديت في الصبح، بالليل هتجيب جزازة فينادون، فينادون بشري شراب، تديله سنطة بالليل. يعني اديت العلاج الصبح، تديله سنطة فينادون بالليل. هحط لكم صورته على الشاشة دلوقتي. فينادون بالظبط، بك كتير قوي، 7 ايام تلقاه خاف. انا بحاول اقرب على الناس، مش بقول عيادات بطارية، خلينا في العيادات البشرية. عشان ايه؟ يعني في ناس ما عندهاش عيادات بطارية اصلا في القرى بتاعتي، فاحنا خلينا في الحاجات المتوفرة يعني. تمام كده، ده 7 ايام ويخف. يخلص تدخل معاه خماير، شوية عسل، توم، بصل، ليمون، اي حاجة اديله، مش هيخسر. حاجات من الطبيعة، حلو، اي حاجة هيبقى تمام التمام. لو كنت استفدت من الفيديو ما تنساش تشترك في القناة، تحط لنا لايك جميل للفيديو بتاعنا، واستنونا في فيديو جديد ان شاء الله.